اجمل مباراه في البطوله قد تكون مباراه الاردن والعراق، واللي انتهت بفوز المنتخب الاردني ب3 أهداف مقابل هدفين. لا انسى بارك لي اخوي محمود شلبايه، واقول هارد لك لاخوي ليث، ولكن الكلمه عندكم. عندك محمود. اول شيء الى الحاله اللي المثيره للجدل، وهي حاله طرد ايمن حسين، هل يستحق الطرد ام لا؟ طبعا الطرد صار عقب ما سجل ايمن الهدف الثاني، هدف التقدم لمنتخب الاردن. هل هذه هي بس دقيقه، شوف سوي كذي سوي كذي، ايوه عشان ما حد يتصل فينا. لا لحظه، سوي كذي. ما يدي اخوي، ما ادري وايد قافل تليفونك انت. ايش تبغي انت يا ابي الصوره. انا حالتي انا ابو جاسم، هل هذه هاي وحاله التعمري على ايد جلال، هل هاي سبب الطرد يعني او الانذار الثاني ام لا؟ عموما نفس لكم الحركه. لكم مطلق الحريه، ترى على فكره الاثنين نفس الحركه. نعم. الان عبد اللطيف، ايش سبب طرد ايمن حسين؟ لانه رجع عمل الحركه اللي هو عملوها لاعيبه منتخب الاردن. ما اسمع، رجع عمل نفس ما عملوا لاعيبه الاردن. يعتبر مخالفه. طبعا مخالفه. محمود، أنا بعرف. اعتقد انه سواها داخل الملعب، يقول لك سواها خارج الملعب. اذا ما انت عنده حتى تقول قيمه داخل الملعب ولا خارج الملعب. سوء سلوك واعتبار. كابتن منذر قلت بجوز اخر الوقت. نقطه نظام. اذا محمود شلبايه يقول لانه هو عمل نفس نظام الاكله وقد يكون فيها نوع من الفتنه مع اللاعبين المنتخب الاردني والجمهور، واثنين يقول اخر اللعب. احمد كانو. والله ممكن خالف لانه عنده كرت اصفر، فروح مع الحكم يعني. شنو؟ كرت اصفر يستحق. على ايش؟ على الحركه اللي سواها اعتبرتها حركه المنسف. إيه. او انه اكله، هو ما قال انه قاعد اكل المنسف. محمد سويلم. ما ادري والله. حكى. ما ادري. من قال لا اعلم فقد افتى. نعم صحيح. ليث. كابتن يعني الحكم قد يكون على ايضا موضوع الجلال مع التعمري اللي داس على وجدتي هاي الثانيه، فاكيد المدرب كان اشكاله على هاي الحالتين او بعض الحالات، لكن بحاله ايمن اعتبرها تاخير وسوء سلوك، هذا اللي اعطاه الانذار وطرده. فاعتقد بها مبالغه. فيصل. خالد، انا مش مع الحكم في حاله الطرد. انا ما اشوف فيها، اذا كان على التاخير الحكم اليوم في عنده وقت اضافي يقدر يسوي، بس انه ما اظن ان فيها، مش متفق مع الحكم انا. مش مقتنع ان موضوع ان الاكل او يعرف الاكل هو الحكم؟ انا ما ادري، هو حكم في فرق، ايش دراها في الاكل؟ شو ونفس الاحتفاليه احتفلوها المنتخب الاردني ثم قبل ما عليه. ناصر. طيب شو يقول كابتن منذر؟ انا شفتها قاسيه، يعني نفس الحركه قاموا بها اللاعبين الاردنيين. نعم. يكون في شيء ثاني احنا ما شفناه ما نعرفوش، لكن شفتها ورقه صفراء ثانيه قاسيه. قاسيه. ناصر. انا اشوف انه نفس الحركه اللي عملوها لعيبه الاردن، فهذا يعتبر يعني سوء سلوك هي اول شيء، ونفس الحركه انت عملتها يعني استهزاء فيهم او شيء من هذا القبيل، وسواها جهه ناصر. هو المشكله عنده كرت اصفر كان قبل. هو لا شوف، هو في كرت ولا دائما هذه دائما، حتى احنا لما نلعب نروح جهه مثلا الجمهور المنافس تحتفل يعطيك كرت اصفر. طيب الجمهور شو يقول مايد؟ خالد اطلب انا قبل اتكلم نخرج ما شاء الله، هذه اللقطه اصلا ايمن كان فاول له 100%. هو احتج على ان الحكم ما اعطى انذار، فاعطاه انذار غير مستحق. رجع اللعبه الاعاده، في فاول على العرب، دخول قوي على كتف على ايمن، من حقه انه كان ياخذ فاول ولم يحتسب له. يا ليت يرجع الحكم. شوف يعرب الان يضرب على بالظهر او يتكي عليه ودفع في فاول 100%. شوف الان ما لمس الكره، شوف فاول 100% صحيح لايمن. زين. ما حسب له، ايمن احتج اعطاه انذار. فالحكم يعني انا اعتقد انه حط في تفكير ان ايمن مشاغب او حاجه. الطرد خالد غاسي ما له معنى. حكم قانون ما طبق الركن الرياضيه، لان في حركه الان هنا صارت قبل وهذه صارت داخل ملعب خارج الملعب، ونفس الحركه. اذا في استهزاء من الطرفين، اذا في تاخير لعب، في تاخير من هاي. ما دام اللاعب يعني احنا الحين اللاعب لما يرتكب فاول يعني يضرب برع خط المرمى، خط التماس، نقول والله هي ما في، انا بس احكم داخل المرمى. الحكم سيد الملعب كامل داخل وخارج.
فما قام به ايمن الان البعض يبرر انه هو داخل ولا خارج، هذا مش مبرر. اذا مستفز، اذا الفريق، اذا اللاعبين العراقيين ومن حقهم الاردنيين عفوا من حقهم يحتفلون. اذا ما اعطاهم انذار، اذا ما تعطي هذا الانذار، قرار قاسي جدا حقيقه. ممكن عشان نفس الحركه ابو محمد. ومع ذلك اوجه ايضا رساله حق ايمن ان انت المفروض يعني ايضا تحاسب كثير، لان عليك انذار قبل المباراه بس هو ما سوى شيء ما يعني يحاسب ايمن مهما كان يحاسب، يعني كان بامكانه يتفادى الاحتفاليه. فاز 3-1، المباراه ما خلصت، باقي انت طلعت الدقيقه 77 ما زالت المباراه، احتفل ولا ترتكب هذا يعني تخلي الحكم يتصيد عليك. لكن انا اقول قرار الحكم خاطئ 100%. خالد تسمح لي خالد الله يحفظك دقيقه بس اتكلم عن جزئيه مهمه جدا. واحنا اليوم البرنامج دائما يدعم حقيقه المواقف الايجابيه. اليوم ايمن حسين ظهر حقيقه كلاعب مميز ومؤثر. نتفق على الاخلاقيات اللي يتواجد من خلالها ايمن حسين، لاعب عنده اخلاق عاليه جدا، عنده حسن تعامل مع الاخرين. اتمنى حقيقه انه هذا الموقف اللي حصل وبالتالي كان مؤثر بشكل كبير على المنتخب العراقي مما ادى الى خروجه، فاتمنى حقيقه الا نقسو على ايمن وان نتعامل معه بمعامله فعلا بما يستحق حقيقه من خلال المعطيات. وأنا أقول في مثل هالجزئية أنه دائما نفكر العراق بالمستقبل. نعم. ولا نجعل أيمن حسين كبش فداية. عموما إذا كان في شيء خلف الكواليس ما في شيء خالد. قول لهم أنتم صاحب منسف. إي بس يكلم من هنا. هو يكلم من هنا. مو هي ما ندري جمهور ولا جمهور الأردن. كناهم